السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده نصليو على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله جبت لكم معقوده المعتمده عندي مع سر النجاح والبنه ديالها، وغنرافقوها بصلصه اللي كتجي بنينه بزاف وفي الحين كتوجد، اللي غتنفعكم بزاف مع لي ساندويتش وطاكوس ومن غيرهم. وبلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو المكونات وطريقه التحضير كيف ما العاده. فرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا عندي البطاطا اللي غسلتها وخليتها بالقشور ديالها ودرتها تسلق مع شويه الملح. هنا درت 7 البطاطات صغار والقياس اللي بغيتو نتوما ديروه. من بعد ما تسلقت ليا كنطحنها انا بالطحانه اليدويه، تقدروا تمعسوها غير بفرشيطه اولا اللي بغيتو. المهم خاصنا نمعسوها اولا نطحنوها وهي سخونه. من بعد ما طحنتها كنزيد فيها معلقه صغيره ديال القزبور، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او البزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر اولا تحميره، نص معلقه صغيره ديال الكمون وشويه الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الربيع المخلط ما بين المعدنوس والقزبور. صافي غنخلطوا كلشي مزيان. صافي من بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نشكلوا واحد الكريسات صغار، القياس اللي بغيتو نتوما، بغيتو ديروهم كبار بغيتو ديروهم صغار، انا درتهم متوسطين. ونحاولوا ما نقرصوهمش بزاف، ومن نشكلوهم نحطوهم في واحد البلاطو اللي مفرشه عليه بلاستيك غذائي. من بعد ما شكلتهم كندخلهم المجمد واحد 15 دقيقه تقريبا. هنا كناخذ واحد الاناء وكندير فيه 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، من الاحسن غربلوه باش ما يبقاوش لنا دوك الكويرات في الخليط. غنضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز، نص معلقه صغيره ديال خماره الحلوى، الا بغيتو ديروها ما بغيتوش ماشي مشكل، شويه الملح، معلقه صغيره ديال الخرقوم باش يعطينا داك اللون. بالنسبه للماء غنضيف كاس ونص ديال الماء، انا ما غنديروش دفعه واحده، غنضيف الكاس الاول نخلطه واحد شويه عاد نزيد الماء. صافي ها هو الخليط. من بعد ما حركته كيكون القوام ديالو على هذا الشكل، ما كيكونش ثقيل بزاف، يعني كيكون خف شويه من الخليط ديال الكيكه، حيت مازال من يخمر غيزيد يتقل لينا. صافي كنغطيه بالبلاستيك غذائي وكنخليه يخمر. وبالنسبه للصلصه اللي غنرافقوها مع المعقوده اللي كتجي بنينه بزاف، غنحتاجو 2 ديال بيرلي بدون سكر، وغنضيف عليه جبن مربع وحده، تقدروا ديروا مثلث او لا اي فرماج بغيتو نتوما ديروه. من بعد غناخذ الكورنيشو اولا الخيار المخلل. هنا خديت 5 الحبات اللي قطعتهم قطيعات صغار. صافي الكورنيشون من ضفتو على الخليط غنضيف واحد شويه زيت الزيتون، تقريبا واحد معلقه كبيره، وغنضيف واحد شويه الملح وواحد رشيشه خفيفه ديال البزار ومعلقه صغيره ديال المعدنوس.
صافي كنطحنوا كلشي مزيان بالباطور. هاي من بعد ما طحنتها راه كتجي بنينه بنينه بزاف. وها هو الخليط من بعد ما خمر، والبطاطا ديالي جبتها من المجمد. صافي دابا غادي نبدا نقلي. كنهز البطاطا ديالي وكنرميها على الخليط، وكيكون الخليط ثقيل دغيا كيلصق لينا في البطاطا. صافي كنهزو بفرشيطه ونحاولوا نقطرو مزيان، وكنرميها في الزيت اللي هي سخونه، نكونوا مسخنينها مزيان. صافي على هذا الشكل. صافي ونحاولوا من نرميو البطاطا نقصوا النار، نديروا نار متوسطه باش المعقوده طيب وما تحرقش دغيا كطيب. او حنا كنرميو كنقلبوا على اللي رميتها قبل نشوفها واش طابت ولا لا، راه دغيا كطيب. صافي كنستمروا على هذا الشكل حتى طيب لينا المعقوده، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وهي المعقوده من بعد ما طابت سمعوا التقرميشه. راه ما نقولش لكم راه كتجي بنينه بنينه بزاف، اما الصلصه راه خطيره، ضروري خاصكم تجربوها. كتجي واعره بزاف. ترافقوها مع المعقوده، مع لي ساندويتش، مع الطاكوس. صراحه كتجي بنينه بزاف. هاد المعقوده تنفعكم في لي ساندويتش، علاش لا. كنبدلوا شويه الدجاج الكفته. الصراحه كتجي زوينه بطريقه كيف ما شفتوا، طريقه سهله والمكونات بسيطه بزاف. يعني المكون الرئيسي ديالها هو البطاطا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولاول مره دخل قناتي وعجبو المحتوى يشترك معايا بتفعيل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. وكنشكركم على تشجيعاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.